أستاذ فايز اليماحي رئيس مجلس الفجيرة للشباب، أهلا وسهلا بك في أول يوم من أيام الملتقى الإعلامي في الفجيرة. يا مرحبا، نرحب فيكم حقيقة وفي تواجدكم، ونحن سعداء كشباب إمارة الفجيرة ودولة الإمارات بهذا الملتقى وإشراك الشباب بهذه الملتقيات اللي تتواجد فيها قامات عربية كبيرة إعلامية. نعم، إعلاميو الغد مثل ما سموهم. كيف تدعم الفجيرة ودولة الإمارات الشباب وإعلاميو الغد؟ يعني دولة الإمارات ما شاء الله سباقة في دعم الشباب، فشو هي الخطط المستقبلية القادمة؟ نحن حقيقة محظوظين في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وفي شيوخنا الكرام الله يحفظهم ويطول في أعمارهم. نحن اليوم عندنا قيادة تؤمن بدور الشاب الحقيقي. نحن اليوم عندنا كل الإمكانيات كشباب، ولكن المتطلب الحقيقي لنا كشباب، وهذه رسالة من عبر منبركم، أن لابد أن نستغل الفرص ولابد أن نعرف إحنا شو محتاجين، لأن كل الأدوات والإمكانيات والتمكين موجود من القيادة الحكيمة. لابد أني أنا أختار المجال اللي أنا أحبه، لابد أني أنا أشوف أني أنا شو اللي ينقصني بحيث أني أسقل مهاراتي وأطور من نفسي، لأن كل الإمكانيات موجودة ومسخرة لنا، اللهم لك الحمد والشكر. كونك رئيس الشباب، شو النصيحة اليوم اللي ممكن تقدمها لكل شاب يعيش في دولة الإمارات، من دولة الإمارات أو في الوطن العربي؟ لكل شاب حاب أنه يطمح يكون صانع محتوى في دولة الإمارات أو من دولة الإمارات، لابد أنك أنت تختار المحتوى اللي أنت ناجح فيه، ولابد أنك تحتم الرسالة اللي راح تنقلها للمجتمع. ليش؟ لأن الإعلامي اليوم وإعلامي الغد والإعلامي الشاب لابد أنك أنت تكون مميز في رسالتك وحقيقة رسالتك، ولابد أنه يكون هذا المحتوى هادف تأثر فيه على المجتمع، ويكون في تأثير حقيقي هادف على الجيل اللي بي من بعدك. اليوم نحن تشكر القيادة القائمة على هذا الملتقى بأنها تآمن بدور الشباب الحقيقي وإعطائهم هذه الفرصة أنهم يقدموا ملتقى في حضور قامات كبيرة إعلامية. ولكن الرسالة الحقيقية لي ولكل اللي موجودين أنك أنت كشاب اختلطت مع هذه القامات، لابد أنك تأخذ من خبراتها، وهي فرصة أنك أنت تبرز إمكانياتك قدامهم تتعلم. صحيح، شكرا جزيلا. شكرا.